السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات كورس الإكسل. في الفيديو ده هنتعلم مع بعض إزاي أقدر أحمي الفايل بتاعي من إن حد ياخده ويعدل عليه أو إن حد ياخده يفتحه أصلا. هنتعلم مع بعض برضو إزاي أقدر أعمل حماية للورك بوك اللي أنا شغال فيها. يلا بينا نبدأ ونشوف. أول حاجة، لو أنا عندي الشيت ده أنا اشتغلت فيه دلوقتي وعايز أسيفه بحيث إن مفيش حد يعرف يفتحه غيري، فممكن أعمل كنترول اس وهبدأ أختار المكان اللي أنا عاوز أسيّفه فيه، فمثلًا دلوقتي أنا عاوز أسيّفه على الديسكتوب وتمام هاسميه actual وهاعمل save، ولكن أنا عاوز إن ما حدش يعرف يفتحه إلا بالباسورد، فهنروح على general options وهابدأ أحط هنا الباسورد to open، فمثلًا أنا عاوز من 1 لحد 7 وهاعمل أوكي. بيقول لي اعمل confirmation للباسورد اللي أنت عملته، فهنحط تاني من 1 لحد 7 واضغط أوكي عشان يتأكد إن أنا أكون دخّلته صح وأعمل save. كده خلاص هو اتسيف. لو قفلناه ورُحنا على الديسكتوب وفتحناه تاني، هنلاقيه طلب منّي الباسورد، فخلّينا نجرّب إن إحنا ندخّل الباسورد غلط، هنحط مثلًا من 1 ل3 واضغط أوكي، هيقول لي إن الباسورد اللي أنت دخّلته is incorrect، أوكي، مش هيفتح معايا الsheet. نرجع نفتحه تاني، هادخّل الباسورد الصح بقى من 1 لحد 7 واضغط أوكي. دلوقتي أنا عاوز أبعت الsheet لحد يشوف الinformation اللي فيه بس ما يقدرش يعدّل عليه، هاعمل إيه؟ هاروح لfile save as تاني browse والديسكتوب زي ما إحنا هاختاره، وهاروح للtools وgeneral option. أنا already حاطط الباسورد to open من 1 ل7، أحط فيه الباسورد to modify باسورد تاني وليكن مثلًا من 1 ل3 واضغط أوكي. طلّع لي رسالة إن أنا أحط تاني الباسورد to modify. أركّز هو بيسألني في إيه، هنحط من 1 ل3 واضغط أوكي وهنعمل save. هنقفله ونرجع نفتحه تاني. دلوقتي لو أي حد خد الsheet وعايز يفتحه هيدخّل من 1 ل7 عادي، الباسورد العادي عشان يفتح أصلًا، فطلّع لي رسالة تانية علشان تقدر تعمل modification فيه لازم تدخّل الباسورد التاني. طب أنا مش معايا، طب وليكن أنا دخّلته من 1 ل6، هو طبعًا غلط إحنا عاملينه من 1 ل3 وضغطنا أوكي، هنلاقيه إن الباسورد ده is incorrect. طيب في الحالة دي أنا ممكن أختار read only، هنلاقيه فتح معانا، لكن خلّينا نجرّب لو جينا نعدّل في أي حاجة من النسب دي. يعني دلوقتي أنا باعتة الsheet ده لحد في قسم تاني عاوزة أورّي له النتايج دي بس مش عايزاه يلعب في الsheet عشان ما يرجعش يقول مثلًا حصل إن أنتِ باعتة نسبة غلط أو حاجة. لو جه يعدّل مثلًا على ال6% دي وخلّاها 7 وجه بعد كده هي already سمّعت هنا بس جه يسيّف بقى control S، هيطلّع له رسالة إن أنت ما تقدرش تسيّف لإن أنت في وضع إن هو read only. طبعًا في أي وقت حبّيت إن أنا أشيل الباسورد وأرجّع الsheet تاني من غير باسورد كmodify أو باسورد إن أنا open، فباروح لfile نفس الخطوات ولكن باشيل الباسورد save as وbrowse، وبعد كده باروح للtools general options وهاعمل delete للباسورد سواء كان في الopen أو المodify وأعمل أوكي وأعمل save. في الحالة دي لو أنا قفلته ورجعت فتحته مش هيطلب منّي لا باسورد إن أنا أفتحه ولا modify. برضه كنت أقدر أحُط الباسورد عن طريق حاجة تانية، إن أنا أروح لقائمة file وأروح للinfo ومن protect workbook أختار تاني خيار معانا، هيبدأ يقول لي دخّل الباسورد اللي أنت عاوزه، فإحنا وليكن هنحط من 1 لحد 6 واضغط أوكي، هيطلب منّي إن أنا أعمل له re-enter تاني، فدخّلته من 1 لحد 6. بس نلاحظ لمّا عملت هنا الprotect workbook ما سألنيش على password للmodification، فخلّي بالي لمّا أنا باعمل هنا protection للworkbook هو بيعمل لها protection إن هو ما تفتحش أصلًا. خلّينا نقفل كده ونعمل save ونرجع نفتحه تاني، طلّع لي قايمة إن هو أصلًا مش هيفتحه، فإحنا لو دخلنا من 1 لحد 6 وضغطنا enter هنلاقيه فتح.
بعد كده لو أنا عاوز أعمل بروتكشن لتابة معينة من الشيت بتاعي، يعني أنا عاوز أبعت الشيت مثلا يقدر يعدل اللي هياخد الشيت في أي تابة فيما عدا مثلا سنة 2025. طيب هنعملها إزاي؟ من قائمة ريفيو بروح لبروتكت شيت وبحط الباسورد اللي أنا عايزه، وليكن من 1 لحد 3 4 مثلا، أو الأربع أرقام وليكن، وبعد كده هنحط 1 2 3 4 تاني واضغط أوكي. خلاص لو قفلنا الشيت ونعمل سيف مثلا ورجعت فتحت الشيت تاني، فهنلاقيه طلب مني الباسورد، ورحت سنة 24 وليكن عملت تعديل بدل الواحد ده بقى 2 وسيفت على كده، هنلاقيه قبل سيف عادي. لو رحت 25 التابة اللي هي 2025 بس أنا كنت عامل لها بروتكشن، فرحت هنا جيت عند الأكشوال أنا عاوز بدل الأربعة تبقى 3، هنلاقيه طلع لي مسج إن أنا مش هقدر أعمل أي تعديل. طيب عشان خاطر أرجع أشيل تاني البروتكشن للورك بوك دي أو للتابة دي إزاي؟ برضو هروح على ريفيو هعمل unprotect sheet، هيطلب مني طبعا الباسورد، بدخل الباسورد كده خلاص ونسيف على كده. في أي وقت حبيت إن أنا أعدل على الأربعة دي تبقى 3 هنلاقيها اتعملت ونقدر نسيف. بكده نكون شرحنا إزاي نقدر نعمل حماية للورك بوك بتاعتنا أو الشيت كله على بعضه كأوبن أو موديفيكيشن أو لتابة معينة أنا حابب أعمل لها بروتكشن إن حد يخش يعدل فيها. أتمنى تكونوا استفدتوا وإن شاء الله أشوفكم الفيديو اللي جاي.